روعة، تتبيلة روعة. والسمك بتاعي طري جدا ومقرمش كمان في نفس الوقت. الخلطة اللي احنا حطيناها بتاعت البروست نقلته في حتة تانية خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا وصفة مميزة جدا لطبق سمك. خلينا نبدأ نسمي الله وصلى على سيدنا محمد ابن عبد الله. معايا زي ما احنا شايفين كده سمك متنضف من نوع سمك مكرونة. هنتبل السمك بتاعنا. معانا بابريكا، توم باودر، كاري، كزبرة، هنجيب خلطة من بتاعة البروست، خلطة دجاج، هنجيب ملح، هنجيب زيت، هنقلب المكونات دي. السمك تبلناه وسيبناه ساعة. قلعها على النار، نحط فيها زيت، كمية زيت بسيطة. هنجيب السمك بتاعنا ننزل بيه واحدة واحدة. بسم الله. هنجيب الكمية بتاعتي كلها. وصفة مميزة جدا وطبق روعة. هنسويه على نار وسط مع المتابعة. أنا قلت عليه 5 دقايق. هنحرك السمك بتاعنا. هنسيبه لحد لما يستوي. وقدمنا السمك بتاعنا زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال، مرمش. وفرنا في الزيت كتير زي ما احنا شفنا. طبعا خطوات تتبيلة مميزة جدا. حاجة روعة. أنا أقدر أعمل التتبيلة دي في أي نوع سمك أنا بفضلها. لو عجبكم الفيديو أو استفدتم معلومة من الفيديو اضغطوا بلايك وعلى زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.